أحلى حاجة إن إحنا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا حب الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نعمل النهاردة أحلى صينية يا جماعة، ممكن تعملوها معاكم في أي وقت، بس أنا عملتها للفطار يوم العيد ما شاء الله. دي بقى اللحمة مع الكبدة، خطيرة جدا وطعمها مميز وسهلة وبسيطة، وهتعمليها في دقايق، مش هتاخد منك أي وقت خالص. تعالي ما أقولك على الخطوات. عندي هنا صينية ألمونيوم يا جماعة، بحط فيها زيت بالشكل ده. الصينية معايا سخنة، بحط كمان عليها شوية كده من الدهن معايا، اللهم بارك. وبنزل عندي باللحمة المتقطعة صغير جدا يا جماعة. أهم خطوة إن انتي تقطعي اللحمة معاكي صغيرة جدا ما شاء الله. بمجرد ان انت تشوحيها وعلى نار عالية جدا هتلاقيها استوت معاكي وبقت زي الفل، اللهم بارك. شايفين حضراتكم الخطوات مظبوطة جدا، ويا رب كده كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسعادة عليكم جميعا، اللهم أمين. هديها بقى كمان رشة كده من الفلفل الأسمر وكمان الكمون. هديها كمان تشويحة معايا كويس جدا معايا، اللهم بارك. هعلي عليها النار كويس جدا يا جماعة ما شاء الله، علشان تسد المسام معايا وهتستوي بسرعة جدا بدون بقى مية ولا أي حاجة خالص. هنا زودت عندي كده شوية كده من العود القرفة الخشب ما شاء الله زي ما حضراتكم كده شايفين، وهسيبها بقى عندي على النار، وبعد كده هنقلبها مع بعض كده بقى. بقلبها كويس جدا معايا ما شاء الله. دي زي ما حضراتكم كده شايفين اللون اتغير تماما مع التشويحة بالشكل ده، ومنزلة الصوص خطير جدا اللي هو صوص الزيت يا جماعة. الزيت نفسه لونه اتغير جدا ما شاء الله. ادي بعد بقى كده ما اتشوحت معايا كويس جدا على نار عالية يا جماعة ما شاء الله. ادي ولو اللحمة عندك قاسية جدا وهي ما بتستويش، بتروحي مزودة عندك كوباية صغيرة من المية المغلية وتغطي عليها، هتستوي معاكي وهتبقى معاكي زي الزبدة ما شاء الله. بس اللحمة ما شاء الله استوت معايا بسرعة جدا. بعد ما شوحتها بالشكل ده بروح ركناها عندي على جنب، ومجهزة عندي ربع كيلو من الكبدة البلدي معايا بالشكل ده ما شاء الله، وهشوحها بقى ايه كده مع اللحمة بالشكل ده اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، اللهم بارك. ادي يا جماعة ما شاء الله انا دلوقتي حطيت الكبدة معايا، اللهم بارك. أتمنى من حضراتكم يعني تدعموني بجد يا أحلى أخوات في الدنيا على صفحتي على اليوتيوب. ربنا يا رب ما يحرمني منكم أبدا، ويجمعنا على حب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بقى أنا قلبت عندي الكبدة معايا بالشكل ده ما شاء الله، وهشوحها كويس جدا، وبعد كده بقى إيه هقلب كله كده مع بعضه، اللهم بارك. ادي الخطوات بتاعتنا مظبوطة، واحلى بقى صينية هتاكلوها. مش شرط يا جماعة يوم العيد بس، ممكن تعمليها معاكي في اي وقت، بتبقى جميلة جدا، اللهم بارك. ادي بالجمال ده والحلاوة، وطعمها مميز جدا وريحتها خطيرة بتجيب لآخر الشارع. يا ريت تقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، وبفرح جدا لما بتعرفوني رأيكم، والله ده شيء فعلا يشرفني جدا وجودكم معايا يا أحلى إخوات في الدنيا. وزي ما حضراتكم كده شايفين معايا الكبدة بتتشوح معايا على نار عالية، وكمان اللحمة معايا خلاص استوت تماما جدا، اللهم بارك. هنا بقى أقلب معايا الكبدة كويس جدا ما شاء الله، وهقلبهم بقى كلهم كده على بعض، اللهم بارك. شايفين حضراتكم دلوقتي بقى أنا هجمعهم كلهم مع بعض، بس بحط عندي خطوة مهمة الأول، بحط عندي دقة توم مع فلفل أخضر يا جماعة في الهون، وبنزل عندي بمعلقة توم كبيرة معايا بالشكل ده، وهقلبها كلها مع بعض. وبروح بقى حاطة عندي بصل عندي شرايح، وكمان حباية من الطماطم كبيرة شرايح بالشكل ده. الطماطم بقى بتساعد معاكي ان هي بتلم الكبدة مع اللحمة، بتلاقيهم قطعة واحدة، يعني مش بتلاقيها ان هي يعني ايه كل حاجة لوحدها، لا ابدا. الطماطم بتنزل العصارة بتاعتها وبتجمع كله مع بعضه بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي، اللهم بارك. واسيبهم بقى ايه يتشوحوا معايا كويس جدا. وهنا بقى بظبط عندي الملح مع الفلفل الاسمر، بديله كده بقى نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وكمان نص معلقة من الملح، وكمان نص معلقة من الكمون. كل حاجة يا جماعة نص معلقة
صغيرة. اللهم بارك. زي ما حضراتكم كده شايفين، وبجيب عندي كمان عندي قرنين فلفل أخضر بارد وسبايسي معايا ما شاء الله، وهقلب بقى كله كده مع بعض واسيبهم معايا. بمجرد ان الخضار يتبل معايا وينزل العصارة بتاعته هشيلها تماما من على النار معايا. اللهم بارك. شايفين حضراتكم ادي النار عالية جدا، اللهم بارك. وادي بقى الصينية معايا بقت خطيرة واستوت وبقى طعمها يجنن ما شاء الله، ومنزلة صوص بقى خطير جدا. ما شايفين يا جماعة؟ دي الخطوة اللي انا بقول لكم عليها. الخضار مع الكبدة مع اللحمة هتلاقيها كلها شربت كده من بعضها، وهتبقى متماسكة. أحلى قطعة لحمة معاكي مع الكبدة خطيرة جدا، وأحلى فطار. وكل سنة يا رب وحضراتكم جميعا بألف صحة وخير وسعادة. اللهم أمين. يا رب يفرح قلوبكم جميعا، وتدعموني جدا يا أحلى إخوات في الدنيا. هنا بقى زينت عندي برشة كده من البقدونس ما شاء الله مع العيش المحمص البلدي بتاعنا. اللهم بارك، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.